لأجلك يا ربي نسعى بلا توان وتحلو طريق الخطر. إني دعوت قومي ليلا ونهارا. إن أنا ليه مش قلبي على الدين زي سيدنا نوح كده عليه السلام. سيدنا نوح وهو بيشتكي ربنا بيقول له إني دعوت قومي ليلا ونهارا. ده الواحد لما بيكلم حد في حاجة بيتكسف يكررها تاني، بيمل بيزهق. نوح 1000 سنة ليل ونهار ما ملش ولا زهق. أمال إحنا مالنا؟ إحنا ليه ما بنوصلش دين ربنا للناس ليلا ونهارا؟ وموضوع توصيل الدين مش مقتصر على خطبة ودرس وكلمة، لا والله. الموضوع أعمق وأوسع وأبسط من كده بكتير. أنت توصل دين ربنا لبيتك الأول، زوجتك وصل لها دين ربنا معاك على الخط، منتمية للقضية زيك، عايشة الهم، ولا أنت في وادي وهي في وادي؟ عيالك متربيين على الهم ده، عايشين معاك القضية، ولا أنت في وادي وهم في وادي؟ إخوانك، جيرانك، أصحابك، قرايبك، زملائك، كل القطاعات اللي بتتقابل فيها في حياتك، أنت شغال ليل ونهار؟ إحنا فينا اللي شغال في الدنيا ليل ونهار، وفينا اللي بيلعب ليل ونهار، وفينا اللي على النت والفيس ليل ونهار. بس مين فينا اللي بيدعو إلى الله ليل ونهار؟ كلمة ليلا ونهارا دي يعني ما بيبطلش، لا يفتر، لا يمل. ده صاحب قضية، ده منتمي، ده شايل هم. ومن سار